السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر توجي أم بدر. أنا جاية لكم النهاردة بموضوع هو محور الحياة. إيه الكلام الكبير ده اللي بتقوليه ده يا أم بدر؟ هو إيه الموضوع اللي أنت جايبه لنا يا بتاع محور الحياة ده؟ هقول لكم من البداية. شفت فيديو على الفيسبوك في إحدى البرامج، وهي برنامج مشهور اسمه قعدة ستات. قعدة ستات أو الستات ما يعرفوش يكذبوا. المهم أنا هوريكم مقطع من الفيديو ده. جايبين دكتور نفسي وجايبين بتتكلم عن ابنها بطريقة تحس ان هو مش ابنها، كأن كان عندها حبيب اسمه عمر وسمت ابنها اسمه عمر، فنقلت الحب الحبيب القديم لحب الحبيب ابنها ده هو محور حياتها. المثل اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده، اللي هي الام بتاعت البرنامج اللي انا هوريكم الفيديو بتاعها ده، في امثلة تانية ونعمل لك وعجن مع بعض. وانا عايزة تتكلموا معايا في التعليقات وعايزة اعرف ارائكم. تمام، ندخل في الموضوع. اولا هنشوف الست الجميلة دي بتتكلم على ابنها بتقول ايه. تمام، خليكم معايا. بصي، انا في الاول انا وبناتي بحبهم جدا، يعني يمكن التلاتة زي بعض، بس عندي عمر يعني اي الاولويه هتبقى ليه في كل حاجه. ليه بقى؟ مش انا ممكن زي ما الدكتور قال، انا مامتي كانت كده، يعني انا مامتي مع اخويا كانت كده. فانت بتقعدي انا ساعات مامتي بتعمل كده، انا كنت ساعات ببقى متضايقه، بس انا دلوقتي بعمل حاجات ممكن اكتر من كده. كانت مهمه جدا. بتعملي ايه؟ انا بس عايزاك تسمع عشان انا سمعت المهم عشان ما اطولش عليكم، الفيديو موجود على الفيسبوك، على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، ممكن تلاقوه في اي وقت، لان ده برنامج مشهور على قناة مشهورة، والمقطع ده جزء من الحلقة. الست دي طالعة بتقول انها عندها بنت وعندها ولد اسمه عمر. عمر ده محور حياتها، عمر ده هو تقريبا حياتها كلها. بتقول احنا وصلنا لدرجة في رمضان ان الفطار كله كان على ذوق عمر. هيلبس ايه، ياكل ايه، يعمل ايه، عمر عمر عمر. بنتها قاعدة بتضحك، لكن انا عارفة احساس بنتها من جواها ايه. ازاي امي مهتمة باخويا ومش مهتمة بيا؟ ازاي امي عايزة تأكلنا على حساب ابنها اللي هو الولد، وانا نفسي في حاجة وهي مش عايزة تعملها لنا عشان اخويا طالب حاجة تانية. طب انا عايزة افهم، يعني انا عايزة افهم محور حياتك عمر 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 عمر. ده البرنامج. هتقولوا لي انت طالعه بتلتي وتعجني وبتقولي كلام كده فارغ ومش لاقي حاجه تقوليها. هقول لكم الموضوع موضوع مهم جدا. في نماذج انا شفتها في حياتي وممكن المشاهد يكون شافها عنده او قريب منه او سمع عن النماذج دي. في احدى الامهات وانا شفتها وعاشرتها ويعني في حياتي الشخصيه، كانت بتفضل ابنها عن بناتها، ومع العلم انها كان عندها ابن تاني كبير، لكن كانت بتفضل الابن الصغير عن ولادها كلهم. الابن الصغير ده كان محور حياتها، بياكل ايه، يشرب ايه، لازم الغدا يكون موجود، لازم هدومه تتغسل، لازم لازم لازم. لما حب يتجوز هذا الابن، اتجوز في البيت وعمل شقة لوحده. اول حاجة عملها، عمل لأمه أوضة فوق السطوح وعملها لها أوضة كاملة، وساب باقي الشقة زي سطوح. فاهميني؟ عمل دور كامل، عمل أوضة واحدة بحمام ومطبخ وساب باقي الشقة مفتوحة. فاهمين الوضع عامل ازاي؟ ده ابنها، علشان ما تقعدش معاهم، بما انها ست كبيرة فما قعدتش معاهم. المهم عشان ما نطولش على بعض، الابن ده عادت السنين والايام، فالست دي خلاص كبرت، وبعد ما كبرت في السن
اول حاجة عملتها في بداية الزواج زوجة هذا الابن، قالت له انا مش هخدم امك، انا مش ملزمة اني اخدم امك. وبالطبع هو مشي على كلام مراته، مش مشي على كلام امه، وما خلاش مراته تخدم الام، بل بالعكس كانت امه هي اللي بتخدم مراته، وكانت امه هي اللي بتربي عياله، وهي اللي كانت بتهتم بعياله اكتر من احفادها من الاولاد التانيين. المهم نرجع لمرجوعنا، ان الست دي كبرت، وبعد ما كبرت وكانت خلاص فاضل لها حوالي شهور على ان هي تتوفى، يعني كانت خلاص خلصت ايامها، كانت في الدنيا معدودة. اول حاجة عملها مرات ابنها قالت لها انا ماليش فيه، مش هاخدها، مش هشيلها، مش هتخش بيتي، دي تلزم بناتها. طب ما كانت في حياتها يا بنت الحلال كانت تلزمك انت، لان هي كانت مهتمة بعيالك ومهتمة بزوجك، وياكل ايه وتاكلي ايه وتعملي ايه، وكانت بتربي في باقي السطح طيور، وكانت بتلم البيض من تحت الفراخ عشان تاكلي وتتغذي انت وعيالك. المهم بعد ما خلاص الست دي خلاص راحت ايامها، راحت لبنت من بناتها قعدت عندها، تمام، قعدت عندها فترة، لكن بما ان الحنية مش موجودة من بنتها، من بنت من بناتها، واهتمت بيها يوم 2 3 اسبوع، لكن حست ان الدنيا تقيلة يعني خلاص، فقامت مميلة على اخوها التاني، تمام، فاخوها التاني اخد امه. بقت الست في اخر ايامها تروح هنا شوية وتروح هنا شوية، وبالرغم ان هي لها اوضة فوق الشقة اللي ابنها متجوز فيها، المفروض ما تتنقلش من مكانها، المفروض انها ان ستات عيالها هم اللي يتجمعوا لخدمتها، لكن في ايامها الاخيرة كانت بتتبهدل. بعد كده راحت لابنها التاني، مش الصغير، احنا هنبعد عن الصغير اللي كان بيتهنن ده، وربنا كرمها وتوفت في بيت ابنها التاني. طبعا انا اختصرت احداث كتير جدا، والحكايه اللي انا بقولها لكم دي حكايه حقيقيه حصلت بالفعل من وصلت انها كانت بتهنن ابنها واحفادها، وفضلت واحد عن باقي عيالها. الحكايه اللي انا بقولها دي هي من الست المريضه نفسيا بابنها في الحلقة اللي أنا شفتها دي دلوقتي. أنا عندي ولد وبنت، وبالنسبة للناس اللي بتقول يا ستي أنت عندك ولدك عندك عيالك وإحنا فاهمين إن أنتوا أحسن ناس وأنتوا تربية عيالك أحسن مننا، لا، أنا لما بقول نموذج بقول النموذج ده عليا أنا، مش بقوله على واحدة او التانية او التالتة ناس انا معرفهمش ومعرفش حياتهم عاملة ازاي. انا بقول نموذج عليا انا عن حياتي الشخصية، ولما بحكي لكم حكاية انا شفتها وعاشرتها، تمام. المهم انا عندي الواد وعندي البنت، لو انا داخلة دلوقتي ومعايا حاجة تخص الولاد، تيشيرت مثلا، لازم اجيب بالمقابل حاجة تانية للبنت. لو معايا حاجة للبنت لازم اجيب بالمقابل حاجة تانية للولد، لازم يكون في توافق بين الطرفين. انت عندك ولد وعندك بنت، لازم الاتنين يكونوا حاسين باهتمامك وحبك ورعايتك. ده هيؤدي الى ايه؟ ده هيؤدي الى الكراهية في المستقبل، لان حضرتك ما انتش عايشة ليه على طول، وشكلك المحترم اللذيذ الجميل ما هواش هيكون موجود على طول، وصحتك اللي انت دلوقتي بتهدريها في حياتك دلوقتي، ابني ومش عارفة ايه وياكل ايه ويشرب ايه ويلبس ايه، والاهتمام الزيادة عن اللزوم، وبنتك اللي قاعدة جنبك وعمالة تحكي اهتمامك بعمر اللي انت بتقولي عليه، لدرجة ان انت بتقولي ليه عمر يشتغل ويتبهدل، عايزة راجل ما يشتغلش وما يعرفش يعني ايه مسؤولية. الست دي انا عندي احساس انها مريضة نفسية، وهم جايبين لها كمان دكتور نفسي في الحكاية في البرنامج. المهم الموضوع ده منتشر جدا بين الامهات اللي بتكون مغرمة ببنت
عن باقي عيالها. ده الكلام ده لو عندها بنات. او مغرمة بالولد عن باقي اخواته، اذا كان اخواته بنات او اذا كان اخواته صبيان. ما ينفعش، لان في الحوار ده هيحصل فيه كراهية. الكراهية لو مش هتظهر من وش للوش، هيكون في حتة كده في القلب ان امي بتهتم باخويا وبطلباته ومش مهتمية بيا، مش مهتمية انا عايزة ايه، نفسي في ايه. يمكن انا اكون محتاجة حضنها وهي بتدي الحضن ده لاخويا. طب انا محتاجة ارائها ومشورتها وما عندهاش وقت لاهتمامها بيا، وعندها وقت للاهتمام باخويا. ما ينفعش، لازم يكون في توافق بين الابناء. الولد ولد والبنت بنت. لازم تهتمي ببنتك، اذا كان عندك بنت وولد لازم تهتمي ببنتك وابنك، والاتنين مع بعض. ممكن حالتك المادية تكون كويسة جدا، لكن حالتك النفسية والعيشة واللي عايشينها يعني زي ما احنا بنقول، ممكن يكون في تفرقة في الإحساس والمشاعر. بس أنا عايزة أعرف آرائكم، ومش عايزة أطول أكتر من كده في الفيديو، وعايزة أعرف آرائكم في الموضوع اللي أنا بتكلم عنه ده. إيه رأيكم في الست دي؟ على العموم أنا مش جايبة الكلام من بره، الفيديو موجود على السوشيال ميديا وأنا جايباه من على الفيسبوك. مع السلامة.